Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sallam bikum jami'an. Alhamdulillah. Wa anta? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabal fadilah ad-doktorah wa zumala'i al-a'izza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sallam bikum jami'an. Ana Azfar Asim bin Azman wa arhibu bi'a'da'i fariqina fi hadzal ijtima'. اليوم سنناقش مشروعنا النهائي لمقرر اللغة العربية لأغراض خاصة. وعنوان مشروعنا هو إعداد معجم المصطلحات الدبلوماسية العربية الماليزية واستخداماتها في سياق الدبلوماسي. ويهدف هذا المشروع إلى جمع المصطلحات الدبلوماسية المهمة وترجمتها وشرح معانيها وبيان كيفية استخدامها في الجمل والمواقف الرسمية. فهل أنتم مستعدون لنبدأ المناقشة؟ نعم نحن مستعدون. ممتاز. إذا لنبدأ بأول موضوع وهو العلاقات الدولية، ودعوا زميلنا وأحمد أكمل ليوضح لنا هذا الجزء. شكرا لك يا أصفر. في رأيي تعد العلاقات الدولية من أهم المجالات التي يعتمد عليها هذا المعجم. فالعالم اليوم يعتمد على التعاون بين الدول، ولذلك تحتاج إلى مصطلحات دقيقة وواضحة. من أبرز المصطلحات التي جمعناها السيادة، وهي حق الدولة في إدارة شؤونها دون تدخل خارجي، وكذلك القانون الدولي وهو مجموعة الفواعد التي تنظم العلاقات بين الدول. ولا يقف الأمر عند هذا فقط، هناك أيضا مصطلح الأمن الجماعي الذي يعني تعاون الدول لحفظ السلم ومنع النزاعات. أحسنت، أعجبني شرحك، ولكن عندي سؤال. تفضل. لماذا نرى أن فهم هذه المصطلحات مهم لطلاب اللغة العربية؟ لأنها تساعدنا على فهم الأخبار السياسية والوثائق الرسمية، وتطور مهاراتنا في الترجمة المتخصصة. وأرى أن المصطلحات الدبلوماسية لا تستخدم في السياسة فقط، بل في المناظرة النوعية أيضا. صحيح. وهذا يقودنا إلى الجزء الثاني من مشروعنا، وهو الدبلوماسية والتفاوض. شكرا لكم. بعد أن تعرفنا على العلاقات الدولية، أود أن تكلوا إلى المحور الثاني، هو شكرا لكم. بعد أن تعرفنا على العلاقات الدولية، أود أن تكلوا إلى المحور الثاني، هو الدبلوماسية والتفاوض. في الحقيقة لا تقوم الدبلوماسية على الكلمات فقط، بل تعتمد أيضا على الحكمة، الحوار، وحسن اختيار الألفاظ. لذلك حرصنا في مشروعنا على جمع المصطلحات التي تستعمل كثيرا في المفاوضات والعلاقات الرسمية بين الدول. ومن أهم هذه المصطلحات يعني السفير، وهو الممثل الرسمي لدولة في دولة أخرى، ويقوم بتعزيز العلاقات وحماية مصالح بلاده وتقوية التعاون بين الدول. ثم هناك مصطلح المفاوضات، وهي الحوار يجري بين طرفين أو أكثر للوصول
إلى اتفاق يرضي الجميع. كذلك اخترنا مصطلح المعاهدة، وهي وثيقة رسمية تلتمس بها الدول لتنظيم التعاون أو إنهاء النزاعات. ولا يمكن أن ننسى البروتوكول الدبلوماسي الذي ينظم المراسم وطريقة استقبال الوفود والاجتماعات الرسمية. ومن وجهة نظري فإن معرفة هذه المصطلحات تساعدنا على فهم الأخبار السياسية والوثائق الرسمية وتطور مهاراتنا في اللغة العربية المتخصصة. شكرا يا دانيال، أعجبني شرحك ولكن عندي سؤال. تفضل. إذا اختلفت دولتان فما هو الحل الذي يفضل قبل اللجوء إلى الصراع؟ في رأيي أفضل الحلول هو الوساطة والمفاوضات، لأنها يساعدان على الحل الخلافات بطريقة سلمية ويحافظان على العلاقات بين الدول. أوافق تماما، فالحوار أفضل من الصراع، وهذا هو مبتدأ الدبلوماسية الناجحة. وهذا ما زال اليوم في دور المنظمات الدولية التي تعمل على تنزيل السلام والتعاون بين الدولية. ممتاز. إذا ننتقل الآن إلى محور الثالث وهو المنظمات الدولية وحقوق الإنسان. أترك الكلمة لزميلنا أحمد فكري. شكرا جزيلا لكم. بعد أن اتفقنا على أهمية الدبلوماسي وتفرد يأتي دور المنظمات الدولية التي تعد ركيزة أساسية في العلاقات بين الدولية. فهي هذا المنظمات لا تعمل على تنزيل السلام فقط، بل تساعدهم أيضا في الحل النظامات وتعزيز التعاون حماية حقوق الإنسان. ومن أهم المنظمات التي تمثلها في مجانا منظمات الدولية، وهي مؤسسة تنظم عدة دور وتعمل على تحقيق التعاون وحل المشكلة والمشتركات. ومن أشهرها منظمة الأمم المتحدة. ثم هناك مصطلحات حقوق الإنسان، وهي حقوق السياسية التي ينبغي لنا أن يتأمل بها كل الإنسان دون تمييز. قد أصله هذا المصطلحات من كثيرا المصطلحات استكمالا في الخطب الدبلوماسية والحديث. ومن المصطلحات المهمة أيضا الميثاق، وهو حقيقة تحدد هدف المنظمة وبدنها، وكذلك أودية التي تعني انتماء الدولة إلى منظمة أودية للمشاركة في أعمالها. إن معرفة هذا المصطلحات تساعد الطلاب على فهم البيانات الرسمية وتطوير مهاراتك في الترجمة والتواصل الفني. أحمد، لدي سؤال. تفضل.
لماذا اخترتم إضافة اسم حقوق الإنسان إلى المعجم؟ السؤال الجيد. اخترنا وهذا الاسم لأن الخطبة النجوماسية معاصر رتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، فعندما تتعاون الدولة أو ترفع المعاهدات أو تساعد بيئة السلمية فإنه تستحيل كثيرا من هذه المصالحات. وهذا يبين أن المعجم لا يقتصر على حفظ كلمات فقط، بل يساعدنا على فهم السياق الذي تستعمل فيه. بالضبط، ولهذا لم تتم الترجمة المصطلحات فقط، بل أضفنا أيضا تعريفا موجزا ومثالا على استكمال كل مصطلحات ليكون المعجم كثير الفائدة الطالبات والباصين. أحسنتم جميعا. أعتقد أننا غطينا أهم محاور المشروع، ولكن قبل أن نختم اجتماعنا أريد أن ألخص أهم النتائج التي وصلنا إليها. الحمد لله، بعد هذه المناقشة تبين لنا أن اللغة الدبلوماسية ليست مجرد مجموعة من المصطلحات، بل هي لغة تقوم على الدقة واللباقة والوضوح. ومن خلال هذا المشروع استطعنا جمع عدد كبير من المصطلحات الدبلوماسية وترجمتها إلى اللغة الماليزية وشرح معانيها وتقديم أمثلة على استعمالها في سياق الدبلوماسي. وقد تعلمنا أيضا أن استعمال المصطلحات الصحيح يساعد على تجنب سوء الفهم ويعزز التواصل بين الدول. وكذلك أصبحنا أكثر قدرة على قراءة الوثائق والأخبار والبيانات الدبلوماسية باللغة العربية. ونأمل أن يكون وهذا المعجم مرجما مفائدة الطالبات في دراستهم وحياتهما المهنية في المستقبل. في الختام نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مشرفتنا الدكتورة نور الفاتحة بنت حنفي على توجيهاتها ودعمها طيلة إنجاز هذا المشروع. كما نشكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، ونرجو أن يكون عرضنا قد حقق أهدافه وأفادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا نسلم المشروع غدا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا أسفل. عفوا. Alhamdulillah. Subhanallah. Pada ni ikut saya ke? Ya. Aku ni. Bayar dia akan aku dah. Bayar. Minta apa kecil sangat. وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مشرفتنا الدكتورة نور الفاتحة بنت حنفي على توجيهاتها ودعمها طيلة الإنجاز هذا المشروع. كما نشكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، ونرجو أن يكون عرضنا قد حقق أهدافه وأفادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا لنسلم المشروع غدا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا أسفل. شكرا يا أسفل. عفوا.